السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وانتهت مباراه النصر والفتح دلوقتي بنتيجه 2-1 بطلوع الروح. احنا لحد الدقيقه 98 واحنا على اعصابنا، ما احناش عارفين المباراه هتنتهي بالفوز ولا بالتعادل. والله ما ينفع يا جدعان. بس عموما النهارده عندنا حاجتين مهمين: عوده مستر اسيست سلطان الغنام، النهارده 2 اسيست، واحد للدون في الدقيقه 16 وواحد لاوتافيو في الدقيقه 72. برافو سلطان الغنام، رجع سلطان الغنام تاني يعمل اسيستات. بالنسبه لي افضل ظهير ايمن هو سلطان الغنام، مش علشان خاطر بيلعب في النصر بس، انا بالنسبه لي سلطان الغنام بصراحه مستواه اتطور السنه اللي فاتت والسنه دي بشكل كبير جدا. كمان عايز اتكلم على اللي فعلا وقت ما بتحتاجه بتلاقيه، وليد عبد الله. وليد عبد الله كل يوم بيثبت ان هو حارس كبير، وان هو حتى لو غاب عن الملاعب لمده سنه ساعة ما تحتاجه ينزل. النهارده وليد عبد الله يتصدى لهدفين في بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 والدقيقة 51، هدفين محققين كانوا هيغيروا سير المباراة كله، وكمان فضل متألق طول المباراة. برافو وليد عبد الله، وقت ما بنحتاجك بنلاقيك بطل. النصر بدأ أهدافه النهارده بأقدام الدون في الدقيقة 16 بتمريرة رائعة من سلطان الغنام، وبعدها الفتح في الدقيقة 27 بيتعادل بقدم سالم النجدي. من الدقيقة 30 بعد الهدف بتاع سالم النجدي والنصر تراجع للخلف، معرفش ليه. من الدقيقة 30 لحد تقريبا الدقيقة 40 42 والنصر بيدافع فقط، معرفش ليه التراجع. المفروض ان احنا في تعادل، لازم نضغط علشان خاطر ان احنا نغلط المدافعين التانيين عشان نحط هدف الفوز، نطلع من الشوط الاول على الاقل متقدمين بهدف، تفرق معانا معنويا في الشوط الثاني. وده طبعا خلى فريق الفتح ان هو يبدا الشوط الثاني اقوى من فريق النصر. لو احنا اللي كنا طالعين متقدمين بهدف وما كناش دافعنا في الشوط الاول، كنا على الاقل هيكون لنا افضليه في الشوط الثاني عن الفتح. بس الفتح هو اللي بدأ بأفضلية في الشوط الثاني، بس لوجود حارس متميز وقوي زي وليد عبد الله صاحي ومركز في كل تفصيلة. برافو وليد عبد الله، النهارده كان التركيز عنده 100% وفوق 100% كمان، ما شاء الله عليك. حمى مرمى النصر النهارده من هدفين محققين في بداية الشوط، لكن مع لعب يعني الكل مش راضي عنه. بس في الاخر تمريره رائعه كمان من سلطان الغنام مستر اسيست لاوتافيو علشان يحط الهدف الثاني في الدقيقه 72. ونقعد بقى من بعد الدقيقه 72 واحنا ايدينا على قلوبنا، لكن الحمد لله ربنا سترها والمباراه خلصت بالفوز. مبروك للنصر. بس انا عندي بقى سؤال محيرني للويس كاسترو: انت ليه ما غيرتش الا بعد الدقيقه 90 يا راجل؟ طول المباراه سايب دكه الاحتياط عندك للدقيقه 90 وجاي تغير في الوقت بدل الضايع. المشكله ان الدكه بره، انا عارف ان الدكه مش مساعداك، بس انت ده واجبك انت ودورك انت كمدير فني ان انت تعمل دكه تكون قاعده بره مركزه وتقدر تساعدك في وقت المباراه اللي انت محتاجه. انت اللي المفروض عليك تجهز اللعيبه دي علشان لما تحتاجهم في اي وقت ينزلوا يعملوا لك الفارق. بس عموما مبروك، مبروك للنصر. هو فوز. مباريات الدوري اهم حاجه زي ما قلنا، الفوز الفوز الفوز، لا بديل عن الفوز. اهم حاجه تكسب وانت في مستواك، تكسب وانت مش في مستواك، المهم ان انت تكسب. مبروك للعالمي، مبروك لجمهور العالمي النهارده، وعقبال يا رب المباريات الجايه دايما الفوز لحد اخر الدوري علشان نلحق بالهلال، وان شاء الله الدوري يكون في دولاب النصر. شكرا ليكم، سلام.